ام تي 25. يلا بينا. احنا النهارده بنتكلم في مكنه بكل المقاييس وحش في تقطيع البورسلين والسيراميك. احنا بنتكلم في المكنه الام تي 25. ويعني ايه 25؟ 25 اللي هي العمدان بتاعت المكنه بتاعتنا، اللي هي التخانه بتاعتها او القطر بتاعها 25 مللي، يعني انت بتتكلم في حوالي 2 سم ونص. مكنه معاها 3 مساتر عشان يشيلوا معاك البلاطه وتبقى البلاطه مرتاحه او لوح البورسلين مرتاح وانت بتقطع، ما يقعدش يلب شمال ويمين ويبقى في مشاكل في التقطيع. مكنه فيها جرار قوي جدا 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 بيشتغل او بيتحرك على رمان بلي، فانت المكنه سلسه جدا في الحركه. مكنه محترمه جدا جدا جدا. المكنه دي فيها كذا ميزه وكذا حاجه جميله جدا بتخلي المكنه فعلا مكنه محترمه. المكنه بتيجي بقاعده ألمونيا محمله جدا متقفله بحيث ما تعملش معاك لبه اساسا وانت بتقطع. القاعده بتاعتها محترمه جدا، زي ما قلنا العمدان بتاعتها 25 مللي، يعني انت بتتكلم في 2 سم ونص. زي ما قلت لك مش لازم تبقى ماركه علشان تبقى مكنه عاليه، لا. المكنه دي انا متوقع لها ان هي تبقى من المكن اللي هينافس مكن كتير موجود في السوق في شركات كتيرة جدا وشركات كبيرة جدا، لان المكنة فيها 3 مميزات: مكنة قوية جدا، مكنة عملية جدا، سعر المكنة نفسه هينافس اقوى المكن اللي موجود في السوق، لان احنا بنتكلم في مكنة 125 سنتي بسعر انت لو سمعت السعر اساسا مش هتتخيل ان ده سعرها اساسا، لان مفيش مكن 125 سم بالقوه دي بالجوده دي بالسعر ده. فاحنا النهارده بنتكلم عن مكنه فيها مميزات كتير جدا، زي ما قلنا فيها 3 مساتر، فيها كمان تقدر تظبط زوايا كتير جدا مش زاويه واحده. ناس هتقول لي يعني ايه زوايا كتير جدا مش زاويه واحده؟ طول عمرنا بنظبط زاويه واحده على المكنه. عايز اقول لك انك تقدر تشتغل على المكنه دي وتظبط زاويتين في نفس الوقت. يعني انا لو شغال باركيه ومعايا حد في الشغل شغال 120، تمام، انا اقدر اظبط زاويتين، اقدر اظبط زاويه ال 120 هنا كده زي ما تكون، واقدر اظبط زاويه الباركيه هنا. ايه المشكله؟ يعني انا شغال باركيه 50 سم بقطع 50 سم، ادي زاويه ال 50 سم واظبط واقطع ال 50 سم الغلاء اللي انا عايزها. وشغال 120 مثلا وعايز اقطع غلاءه 27 30 سم، اقدر اظبط هنا واقطع على الزاويه دي. طبعا الكلام ده مش بيبقى موجود في مكن كتير جدا، لان قليل جدا، لان اغلب المكن بتبقى ليه المسطره العاديه بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، ملهوش مساتر تتحرك وتقدر تظبط عليها مقاسات كتير، لان انت عندك المسطره دي تقدر تجيبها هنا ورا قدام وتقدر تحمل عليها البلاطه زي ما قلنا، ودي متحركه تجيبها ورا تجيبها قدام. فانت المكنه فيها ميزه جميله جدا انك تقدر تعمل فيها حاجات كتير. طب احنا اتكلمنا عن مميزات المكنه وعايزين نتكلم عن تقطيع المكنه. هل المكنه فعلا مكنه قويه وتقدر تقطع وفعلا بتنافس مكن كتير موجود في السوق لشركات كبيره؟ وزي ما قلنا السعر بتاع المكنه نفسه كفايه ان هو ينافس مكن نفس المكنه دي نفس الشكل نفس كل حاجه، بس ممكن نقول اضرب السعر في 2. فاحنا المكنه دي هنقطع عليها قدامكم دلوقتي وهتشوف المكنه دي بتعمل ايه، وهل هي فعلا تستحق ان هي تنافس واحده من اكبر شركات مكن السيراميك في مصر ولا لا. يلا بينا نقطع عملي ونشوف الدنيا فيها ايه. احنا معانا باركيه كيلوباترا، واحنا عارفين الناس اللي بتشتغل الباركيه او السيراميك عامه الكيلوباترا بيبقى عامل ازاي وقد ايه هو بيبقى صعب في التقطيع. فاحنا معانا باركيه كيلوباترا 120، هنقطع ونجرب كده ونشوف المكنه بتاعتنا هتعمل ايه. عايز اقول لك بتقطع بكل سهوله وبكل ارتياحيه، ما فيهاش اي مشكله خالص. تعال نقطع تاني ونشوف هل هي فعلا هتقدر تقطع معانا تاني الغلاء الصغيره دي ولا الموضوع هيبقى صعب.
عايز اقول لك انت مستني ايه ومحتاج ايه تاني من مكنه تعمل معاك الشكل ده وتقطع معاك بالجوده دي وما فيهاش اي مشكله في سيراميك كليوباترا باركيه، واحنا عارفين القوه بتاعته بتبقى عامله ازاي وبراده الحديد اللي بتبقى فيه بتبقى عامله ازاي. تعالوا مع بعض نقطع عليها بورسلين هندي ونشوف هيعمل معانا ايه. ده بورسلين هند اهو. تقطيع سهل جدا جدا عليها وسلس جدا ما فيهوش اي مشكله خالص. حاجه محترمه تقطع معاك بطريقه سهله وبسيطه جدا ما فيهاش اي مشكله خالص. طب ما نيجي نعمل اختبار قوي شويه للمكنه دي ونشوف هل فعلا المكنه دي تستحق ان هي تبقى في تحدي مع مكن كتير موجود في السوق زي ما قلنا، ولا المكنه دي اي كلام وخلاص. يلا بينا نعمل تحدي. هنحد دي كده وهنركنها كده مش هنطلعها. هنجيب واحدة تانية هنجيب اللي احنا حديناها الاولانية ونشوف المكنة بتاعتنا هل فعلا قوية هتطلع ولا انت محتاج ايه تاني من مكنة تعمل معاك الكلام ده. يعني بصراحة زي ما قلت لك المكنة فيها 3 مميزات: قوة، دقة في الأداء، سعر ملوش مثيل. خليك معايا لآخر الفيديو عشان تعرف السعر ايه. احنا مش جايين نعمل اعلان لمكنه، هي المكنه بتعلن عن نفسها. احنا جايين بس نوريك ان انت تقدر بمكنه، مش لازم تكون ماركه، تكون معاك مكنه تسد معاك في اي شغل مهما كان. MT25 مكنه محترمه بسعر محترم 6300 عند الحاج حماده في مشتول السوق. شركه ساب واحده من افضل الشركات اللي بتستورد مكن لتقطيع البورسلين والسيراميك في مصر كلها. لو انت محتاج المكنه هسيب لك رقم تليفونه في التعليقات. واشوفكم على خير. سلام.